دابا كاين في السوشيال ميديا بسبب الأغنية الشهيرة الهواوية ومن جاك القفطان منين جاك جاني من رباط جاني من رباط. المهم خوتي وخواتاتي هاد الأغنية اللي دارت ضجة واللي طلقتها الفنانة رجاء بالمير مباشرة طلعوا كاع اليوتيوبرزات والمؤثرين المغاربة لابسات القفطان وكيغنوا هاد الأغنية اللي هي كانت الحد الفاصل بين المشاحنات والمشاجرات على القفطان المغربي بيننا وبين خوتنا الجزائريين. فهذه أغنية قديمة غنوها جزائريون كيغنيو على الهواوية وكيقول لها الهواوية ومين جاك القفطان، كترد عليه قائلة وكتقول لي جاني من الرباط. دونك يعني القفطان والتراث ديالنا بحكم أننا حنا والجزائر خاوة وقراب لبعضياتنا، فأكيد راه ثقافتنا قريبة، زائد أن الحاجة اللي غادي تعجبهم راه بيان سي غيكونوا هما المستفيدين، خصوصا أن في الوقت يعني كيف مثلا نقولوا في الزمان ما كانش العولمة بحال دابا، وكان فقط الإنسان كيقدر مثلا، خصوصا أن مدينة وجدة راه كتطل على مدينة جزائرية، وحنا في مدينة وجدة عندنا واحد اللبسة كنقول لها لبسة وجدية اللي هي في الأصل جزائرية، كلها منبتة من الصدر بالعقيق. يعني هادشي مسألة عادية أن القفطان راه في الأصل قفطان مغربي 100%، وحنا والجزائر غادي نبقاو خوت مشاركين الملح، مشاركين الطعام، مشاركين الولاد، خصوصا مدينة وجدة اللي قريبة للجزائر واللي فيها بزاف الجزائريين مزوجين مغاربيات وبزاف المغاربة مزوجين جزائريات. وما نطولش عليكم خوتي وخواتاتي، غادي نخليكم مع الاغنيه الهواويه من جاك القفطان منين جاك. وما تنساونيش خلوا لي التعليق وقول لي كيف جاتكم الاغنيه وكيف جاوكم هاد الفنانات وهاد المؤثرات الغزالات الزوينات بالقفطان المغربي. فريمون القفطان المغربي هماوي كما كنتي وكما كانت فورمتك ولبستي كتباني همه ونخوه، مع خيط الروح، مع الاكسسوارات، مع المضمه، مع السلهام، مع الطالون، مع المشيطه. ايوا هانتي يا لاله اميره ديال زمانك. خليت لكم الراحه وما تنساونيش بالتعاليق بخصوص الموضوع.